عمرك طرحت على راسك واحد السؤال؟ كتقول علاش انايا طايح عليا الانرجي؟ علاش كندير شي حوايج ما كيصدقوش ليا؟ علاش كنكون انا مريح مع الاصدقاء حتى نحس براسي صافي باغي نفر ونمشي للدار؟ نقولك شنو هما الحوايج اللي كيطيحوا لك الانرجي ديالك. عندك التليفون، عندك انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، داكشي ديال الخوارزميات. هادو كيطيحوا لك الانرجي. انت ملي كتفيق في الصباح، علاش فايق في الصباح؟ كتكون عندك واحد الطاقه، عندك انرجي كبيره. انفو ما كتشعل الانستغرام، كتدخل الانستغرام ولا كتدخل مثلا اليوتيوب كتفرج في خوارزميات، ديك الانرجي كطيح. وديك الانرجي راه هي اللي كتعطينا هي هذيك الانرجي هي اللي كتخلينا نخدمو، هي اللي كتخلينا ندبرو على راسنا، هي الدماغ تبقى خدام، فهمتي؟ وملي كتفرج في حياة العباد الله ولا كتفرج شي حاجه، حقاش الدماغ تبقى اكسيرتي هذيك قوه المعلومات. الدماغ كتبلوكا، ما تعرف دير حتى شي حاجه. يعني هنايا كطيح في التوتر، ومورا كطيح في الاكتئاب، يعني هو ديبرسيون. وانت تيجيب لك الله، راك كطلع عليه انرجي، يعني كتلقى واحد البليزير ديالك في الاخر في الانستغرام ولا في اليوتيوب. ولكن العكس راه غير كطيح الانرجي ديالك. انت تيجيب لك الله، راه فرحان، راه كتعطي واحد لاطوس، زعما واحد الهرمون السعاده. ولكن راه العكس تماما، هي كتطلع الدوبامين، ولكن كطيح الدوبامين، كيطلع ولكن كينزل. باش كينزل كتفرج في حياة عباد الله، هذاك لي زانفلونسر كيفاش عايشين، وداك الشيء ما ماشي بصح. وانت تقول راه صافي داك الشيء راه نعرف ماشي بصح، ولكن اللاواعي، الدماغ ديال العقل، اللاواعي تيتيق. واخا انت عارف، ولكن الدماغ، الذاكره الخلفيه كتاكسبت. ملي كتاكسبتي حتى كتحس براسك بوحدك صافي طاح لك الانرجي. باش كطيح لك الانرجي وما عارفش بانك انت راه طايح لك الانرجي؟ لاحظتيها ملي كتمشي مثلا للمدرسه ولا كتلاقى مع الدراري صحابك، ملي كتريحوا في الاول تكون واحد لامبيونس، كتعرف فين صاحبي، واش بخير، مزيان، فين الخبور، تكون واحد لامبيونس في الاول. ولكن بالمراها غنقول واحد 5 دقائق ولا 7 دقائق شي جاب التليفون، شي شاد في شي، العلاقه كتبعتر. علاش؟ ما عرفت طرحتوا على راسكم هذا السؤال هذا؟ علاش انا ملي كنتلاقى مع صحابي كنريح، ندوي شويه، وكلشي جاب التليفون، كلشي كيتكونيكطا بحال ما مجموعينش. وعكس شحال هادي حنا كنا صغار ما كانش التليفون، يعني شنو تلقاو شي حاجه اللي كيطلعوا لنا الانرجي. ما كاينش، ما كتبقاش المقارنه، كتبقى الخدمه، كتبقى ديك الجديه. تلعبوا الرياضه، يلعبوا كره، كنلعبوا مثلا بينا كليبوك اللي كنتو الجيل ديال الذهبي، المهم ديك ليبوك وشريطه والقلب الحبل. هادو كيعطيو واحد الانرجي كبيره، يعني ما كاينش الملل، يعني كتلاقى مع صحابي من الصباح حتى العشيه، ولكن ما كاينش الملل، كاين الامبيونس، ما كاينش الملل. والعكس دابا شنو اللي كيحيد لك هاد شنو اللي تيخليك لك ممل بزاف؟ عند التليفون هو السبب الوحيد اللي تطيح لك الانرجي، هو اللي خارج عليك، هو اللي ما خليك دير حتى شي حاجه. هذاك التليفون دابا تصور معايا حيد التليفون مثلا يومين، ما تقدرش تحيد التليفون يوم. واحد الحاجه غادي نقول لكم، غادي نفيقكم فيها، اما هي
تفكروا شحال هادي ملي كتكونوا ما كانش عندكم التليفون، ملي كتكونوا كتريح، ملي كتكونوا مريح انت وراسك. قول لي اخر مره جاتك خلوه، عرفتي هي الخلوه؟ ما عرفتش باش نشرح لك. عرفتي هي الخلوه؟ خلوه ملي تكون مريح مع راسك مرتاح، كتأمل، كتبلاني، تتبني المشاريع ديالك، ماشي كتفكر، كتأمل. اخر مره تأملتي فيها فوقاش؟ نصدمك ياك، تفكر وجاوبني في الكومونتير، قولي اخر مره تأملت فيها فوقاش. وكتقول علاش انا طايح على الاكتئاب، وعلاش انا متوتر، وعلاش بنادم ما يدوش معايا، وعلاش انا ما درتش شي حاجه في حياتي، وكتشكى. ولكن ديفو فيك انت، ماشي ديفو في التليفون ولا في لي ريزو سوسيو ولا الناس، ولا مثلا المحيط ولا اي حاجه. مشكل فيك انت. انا كانت كتبقى لي هاد البلانات بقاو لي انا شحال هادي طايح لي الانرجي، وما دركش انا طايح لي الانرجي، وطايح في ديبرسيون خايبه، وتقول انايا السبب الرئيسي. سنوات كنقلب على السبب الرئيسي، وعرفت شنو هو السبب الرئيسي، ولكن ما نقولش السبب الرئيسي دابا. علاش هادشي من جذوري، ولكن في الحلقات الجايه غادي نقولو. انت خصك تعرف طايح في ديبرسيون بلاص ما تشكى، قلب على السبب الرئيسي. هناك سبب، وديك السبب هو اللي خلاك ما دير والو، هو اللي خلاك تقارن راسك بالاخرين، هو اللي خلاك ما تطورش المهارات ديالك، هو اللي خلاك تبقى بلاصتك. وعلاش الدوله ما دارت لياش، وعلاش والديا ما داروش ليا، وعلاش بنادم تتعامل معايا هكا، وما عمرك ما طرحتي واحد السؤال. بلاص ما ديرها شوف انت راسك هو الاول. المهم هاد الفيديو دا صغير، قصير، بسيط، مفهوم. قلب على السبب الرئيسي للمشاكل ديالك، وقول لي الرأي ديالك في الكومنتير، سواء ايجابي سواء سلبي، ماشي مشكل. قول لي بغيتي. مكرهتش انا الفيديو هذا بلي زويون وقصير 7 دقائق، ماشي مشكل. تقدروا تبارطاجيوه مع الدراري صحابكم. ما تكونش اناني، ما تبغيش داكشي اللي تبغيه لراسك بغير الناس الاخرين. الناس كتعاني في الصمت بزاف اولا. ثانيا دير جام. الى عجبك الفيديو، ما عجبكش ما ديرش. اللي بغيتي دير واحد سبسكرايب وتفعيل الجرس باش على الاقل هاد الشيء راه ينفعك معنا قدام. وانا ما تفرجيش زعما، ما تفرجيش فيا، ولا ما على الاقل غادي نفيقك، غادي نعطيك معلومات اللي يقدروا ينفعوك في حياتك. صافي هادشي اللي كاين. نقدر نزيد واحد 2 دقائق ولا صافي 8 دقائق كافيه. المهم هادشي اللي كاين. راجع نفسك، و فيديو الجاي ان شاء الله نعاود لكم على الاستوار شنو وقع لي، والاسباب اللي خلاوني نحس بواحد الشعور، وكيفاش حليت المشاكل ديالي. تهلاو.